السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أيوب عليه السلام أتاه الله 7 من البنين ومثلهم من البنات، واتاه الله المال والأصحاب، وأراد الله أن يبتليه ليكون اختبارا له وقدوة لغيره من الناس، فخسر تجارته ومات أولاده، وابتلاه الله بمرض شديد حتى أقعده، ونفر الناس منه حتى رموه خارج مدينتهم خوفا من مرضه، ولم يبقى معه إلا زوجته تخدمه، حتى وصل بها الحال أن تعمل عند الناس لتجد ما تسد به حاجتها وحاجة زوجها. واستمر أيوب في البلاء 18 عام وهو صابر ولا يشتكي لأحد حتى زوجته. ولما وصل بهما الحال إلى ما وصل، قالت له زوجته يوما: لو دعوت الله ليفرج عنك. فقال: كم لبثنا بالرخاء؟ قالت: 80 سنة. قال: إني أستحي من الله لأني ما مكثت في بلائي المدة التي لبثتها في رخائي. وبعد أيام خاف الناس أن تنقل لهم عدوى زوجها، فلم تعد تجد من تعمل لديه، فقصت بعض شعرها وباعت ضفيرتها لكي تاكل هي وزوجها، وسألها: من أين لك هذا؟ ولم تجبه. وفي اليوم التالي باعت ضفيرتها الأخرى، وتعجب منها زوجها وألح عليها، فكشفت عن رأسها، فنادى ربه نداء تئن له القلوب. استحى من الله أن يطلبه الشفاء وأن يرفع عنه البلاء، فقال كما جاء في القرآن الكريم: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاءه أمر ممن بيده الأمر: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فقام صحيحا ورجعت له صحته كما كانت، فجاءت زوجته ولم تعرفه، فقالت: هل رأيت المريض الذي كان هنا؟ فوالله ما رأيت رجلا أشبه به إلا أنت عندما كان صحيحا. فقال: أما عرفتني؟ فقالت: من أنت؟ قال: أنا أيوب. يقول ابن عباس: لم يكرمه الله هو فقط، بل أكرم زوجته أيضا التي صبرت معه أثناء هذا الابتلاء، فأرجعها الله شابة، وولدت لإيوب عليه السلام 26 ولد من غير الإناث. يقول سبحانه وتعالى: واتيناه أهله ومثلهم معهم. العبرة: كلما فاض حملك تذكر صبر أيوب، وأعلم أن صبرك نقطة من بحر أيوب. وفي الأخير اكتب الحمد لله، وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة.